السلام عليكم، ازيكم حبايب قلب ام فرح؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مننا كل جديد احنا بنعمله وهنعمله يا حبايب قلبي. النهارده بتعملي ايه كده يا ام فرح؟ النهارده بعمل لكم روتين في الصلاه يا حبايب قلبي. قلنا ايه؟ نروج الصلاه كده مع بعضينا. ماشي يا حبايب قلبي. هشيل بقى الفرشه ديت، هشيل السجاد ومش هفرشه تاني. هشيل السجاده دي ومش هفرشها تاني، هفرش سجاده تانية. عشان السجاده دي بقى ايه، امسكها اغسلها كده عشان خاطر العيد بقى. كل سنة وانتوا طيبين. رمضان ايه؟ رمضان ايامه بتجري بتجري كده والله العظيم يا حبايب قلبي. فربنا يا رب يجعله رمضان كريم كده عليكم، وكل سنة وانتوا طيبين وتنعدلها بخير يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. طبعا بقى ايه، شايفيني مكشره ازاي ومش كنت بضحك كده وزعلانه كده ومكشره. مالك كده يا ام فرح؟ مش بتضحكي ليه كده يا اختي ومكشره كده ليه يا اختي؟ والله العظيم انا كنت زعلانه يا حبايب قلبي عشان امي كان ماشيه، كان يوميها كان امي ماشيه. انا عامله لكم الروتين دي من يجي يومين كده فاتوا. امي ماشيه بقالها يومين، بقالها يومين ولا يوم، مش عارفه عامله لكم امبارح ولا اول امبارح، مش فاكره. ومش فاكره امي كمان مشيت امبارح ولا اول امبارح. امي مشيت وقتين. لا، امي ماشيه اول امبارح. فطبعا يا حبايب قلبي انا كنت ماشيه، كنت زعلانه ان امي ماشيه وكده. وكان مالي عليا البيت ومالي عليا الدنيا، واقول لها اقعدي يما اقعدي يما، تقول لا يا بخت من زر وخفف، يا بخت من زر وخفف. وانتوا شايفين بقى سعد ده هو اللي قاعد ده هو، سعد ابن خالي. فقالت لي لا عشان سعد عليه امتحانات ومش عارفه ايه وكده يعني. فهي كل مره كده، كل ما بتيجي لي لازم تتحجج بحجه يعني. مره تقول لي ساعد على امتحانات، مره تقول لي لا انا لازم امشي عشان البط بتاعي هيموت من العطش والبط بتاعي هيموت من الجوع مش عارفه ايه. المره دي مش عندها بط بقى، المره دي عملت حجه سعد. فربنا يسترها. وتقول ايه كل شويه؟ تقول ايه يا بنتي؟ يا بخت من زار وخفف، يا بخت من زار وخفف. هي مش بتحب تتجل على حد يعني، بتحب تيجي تقعد لها يوم كده. لو بتبقى نفسها تمشي في اليوم اللي هي بتيجي فيه يعني. لو مش خايفه لا نزعل هتمشي في اليوم اللي جت فيه. فربنا يشفيها. ادعوا لها كده يا حبايب قلبي، ربنا يشفيها يا رب. حق حبيبك النبي وخليها ليا، مش يحرمني منها ابدا ابدا ابدا. امي ست الحبايب يا حبيبه و... ومش يحرمكم من امهاتكم يا رب ويخليهم ليكم يا رب، اللهم امين. قمت بقى قلتين مروج الصالة كده واشيل الانتريه واكنس تحت الانتريه وكده. يعني هو ما كانش تحت الانتريه حاجة يعني، كان الصالة نظيفة لانني ايه بزح كده الانتريه اول باول وبروح كنسة من تحته وكده. واليوم اللي بكنس فيه مثلا يعني، اليوم انا بقى اشيل الفرشة كل يومين ثلاثة كده. اليوم اللي بكنس فيه كده من على الفرشة كده اهو، من غير ما اشيل الفرشه، بحس ان انا ما عملتش حاجه. فانا بحب ان انا اشيل الفرشه، بحب ان انا اشيل الفرشه واكنس وكده وازيح الانتريه واكنس تحت الانتريه وكده يعني. بس والله العظيم كلها ساعة كلها ساعة كده ما بتلاقوا. بصوا بتلاقوا اللي انا عملته ده كله اتدربك 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 من العيال ومن فرحة. اول حاجة فرح بنتي. نعم يا ماما. فطبعا انتوا عارفين طبعا ربنا يخلي العيال يا رب ويرزق كل محروم وكل مشتاق يا رب. ربنا يرزقه كده بالذرية الصالحة. انتوا عارفين العيال اللي عنده عيال عارف طبعا ان العيال ما بتخليش البيت نظيف ساعة ساعة كده على بعضها. يا دوبهم يجيبوا لي اللعايب وينطروها ليا في الصالة، يجيبوا لي اللعايب وينطروها ليا في الصالة. وانا صراحة كره عيني اللعايب كده تتنطور. كل شويه اقول لهم لموا اللعايب بتاعتكم في كرتون، لموا اللعايب بتاعتكم في شكاره مش عارفه ايه. حتى الكرتونه اللي كانوا بيلموا فيها اللعايب قطعوا الكرتون. عايزين كده اللعايب تبقى متنطوره كده هنا وهنا. فطبعا يا حبايب قلبي ربنا يسترها يا رب علينا وعليكم وعلى أمة محمد جميعا. شايفين ست الحبايب منورة الدنيا ومنورة مصر والله يا ست الحبايب. والله يا ست الحبايب كان نفسي ومنى عيني كده تفضلي قاعدة معايا على طول. والله ربنا مش يحرمني منك يا ست الحبايب يا رب. والله زعلانة اللي هي مشيت وحياة ربنا. يلا
هي مش بترتاح يا حبايب قلبي، مش بترتاح الا في البلد، يعني بتحب تطلع وكده. بتقول لي لا انا مش بحب اقعد في الشقة على طول، انا بحب اطلع وكده يعني. مش بتحب القعدة، يعني مش بتحب الحبس. انا عادي، انا ممكن اقعد بالشهرين بالتلاتة ما اطلعش من باب الشقة عادي. فالمهم يا حبايب قلبي، كنسنا وظبطنا وقلنا ايه نمسح. حاطه ايه بقى في الميه دي يا ام فرح؟ حاطه شويه برسيل. هتقول لي طب البرسيل هيزحلك؟ البرسيل هيزحلك. طب هعمل ايه؟ مش عندي الا غير برسيل، لا اما برسيل لا اما بريل المواعين. المهم حطيت برسيل وحطيت شويه كرول في الميه طاهر كده، ايه الطاهر الارضيه. كل ما افتكر ان انا اقول لابو كريم يجيب لي ديتول عشان امسح بيه، انسى كل شويه انسى. بس يلا انا بقول لك يا ابو كريم، لو اتفرجت على الفيديو يا ابو كريم ابقى جيب لي ديتول عشان امسح بيه يا ابو كريم، عشان خاطر البرسيل هيزحلقنا وهيكسرنا ربنا يستر. فيا حبايب قلبي، اللي وصل مع ام فرح لغايه الان ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه، عشان يوصل لكم مننا كده، من ام فرح كده كل جديد هي بتعمله كده وان شاء الله يا حبايب قلبي ربنا مش يحرمنا منكم ابدا. ماشي يا حبايب قلبي، شايفين بقى انا بصوا، ما بمسح بالشرشوبه دي، بروح مطلعاها في البلكونه كده، ايه تشمس كده. عارفين ليه؟ عارفين بطلعها في الشمس ليه تشمس؟ عشان خاطر اما اجي امسح بها تاني مره مش تبقى مقمقمه كده، وتخلي لي الحته ريحتها زفاره كده، زفره كده وريحتها مش حلوه. ماشي يا حبايب قلبي، فلازم تخلوا الشرشوبه كده تشمس، وتحطها كده في البلكونه كده شويه، ايه تشمس عشان خاطر تنشف كده، مش تبقى مقمقمه كده يعني يا حبايب قلبي. اصلا مهما تحط، لو الشرشوبه كمكمت مهما تحط معطر في الميه وتحطي مش عارفه ايه، هتلاقي برضو ريحه زفره كده وايه، ومش هتلاقي شقتك ريحتها حلوه. ماشي يا حبيبه قلبي انت وهي، يلا كلنا بنتعلم من بعضنا يا حبايب. وطبعا فرشت السجاده ديت عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر اغسل السجاده التانية الكبيره اللي انا شيلتها، ربنا يقدرنا عليها كده واغسلها كده يا حبايب قلبي. ان شاء الله نبقى نغسلهم مع بعض بامر الله. هو يا حبايب قلبي فرشنا الفرشه بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين. ماشي يا حبايب قلبي، وهروح بقى ايه اجيب المعطر بقى واعطر الشقه، اخلي الشقه كده ايه ريحتها فله 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 كده. يا سلام يا حبايب قلبي، يا سلام على الشقه كده لما بتروق كده، بتخلي ايه نفسيه الواحد ايه ما اقولكوش. كده يا حبايب قلبي وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوف وشكوا على خير يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. يلا باي.